السلام عليكم يا بنات. النهارده عملت خبز الحليب السبونشي. تحفه 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 فعلا. يا ريت تجربوه. بس بقى يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. للي ما اشتركش اشترك عشان يوصلك كل ما هو جديد. يلا بينا نشوف الطريقه. بصوا الاول، شوفوا شكله ايه. بصوا بصوا عامل ازاي. شوفوا لو انا ضغطت عليه كده اهو. بصوا شوف بيطلع بيرجع تاني ازاي. سبونجي خالص، يعني بطريقة مش معقولة. وقطعتها هي العيش من جوه. شوفوا هش خالص. بصوا في جمال زي ده معانا. بس يلا نشوف الطريقة والمقادير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. نص كيلو دقيق قوي، نص كيلو دقيق قوي، معلقة صغيرة ملح، 10 جرام خميرة يعني معلقة كبيرة، كوباية لبن يعني 200 جرام لبن يكون دافي، 25 جرام سكر معلقتين كبار، 10 جرام خميرة يعني معلقة كبيرة، 25 لبن بودرة يعني كيس صغير لبن نيدو أو 2 معلقة كبيرة، 50 جرام زبدة يعني معلقتين زبدة بدرجة حرارة الغرفة، بيضاية واحدة. هنحط الدقيق اهو كده، ورشة الملح اللي هي المعلقة الصغيرة، والسكر والخميرة واللبن البودرة كله مع بعض، وهنقلب كده. يبقى احنا حطينا كل المقادير مع بعضها ما عدا الزبدة واللبن. اللبن يكون فاتر ما يبقاش ساقع، ونقلب كده تختلط المكونات مع بعضها اهي. وبعدين نعجن باللبن، اللبن الفاتر، ونشوف مش المكونات ممكن ما تاخدش كوبايه كلها، هنعجن حسب قوام العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبيضه نسينا نحط البيضه. ورشه الفانيليا. اخدت الكوبايه اهي، وتقريبا عايزه كمان. ونعجن كده لغايه ما تبقى عجينه بتمط. هي اخدت تقريبا معلقتين كبار كمان ميه. بصوا هقعد اعجن كده لغايه ما تبقى بتمط. وهنا خلاص انا عجنت اهي، بتلزق. شوفوا ازاي بتلزق وبتمط. شوفوا بتمط. قعدت اعجنها اخدت حوالي 10 دقايق عجن اهي. بصوا ايه. هنقوم دلوقتي بقى. شوف بتمط ازاي، بقت فيها مطه. بعد كده هنحط الزبده. هنحط الزبده ونعجنها فيها بحيث ان هي تدخل جوه العجين. هحط حته زبده في حته زبده كده واعجن اهي اهي. هقعد اعجن كده لغايه ما الزبده دي تدخل في العجين.
وهنا خلاص دخلت الزبدة دخلت في العجينة اهي. شو بقت بتلمع ازاي، هي بتلزق شوية بس ما نقلقش. هنرش شوية دقيق ونغطي عليها ونسيبها يعني تخمر. بصوا اهي شو بتلزق ازاي. ناخد رشة دقيق خفيفة كده نحطها ونقوم نغطينها بقى بفوطة بستريتش، اي حد عنده حاجة يغطي بيها، ونسيبها في مكان دافي علشان تخمر. بصوا اهي هنجيب شوية الدقيق شوهم كده من تحتها برضو اهو. بصوا كده هنلف العجينة كده اهي، شوية الدقيق تحتهم اهي كده وفوق شوية دقيق اهو، ونسيبها بقى كده ونقوم غطينها بكيس نايلون ستريتش، اي حاجة بفوطة هغطيها. هتقعد حوالي نص ساعة كده لغاية ما تتضاعف حجمها، وهنشوف شو اهم حاجة بتكون بتمط وانها بتلمع وناعمة. وهنا حوالي بعد 40 دقيقة نفتح كده ونشوف. بصوا ما شاء الله تضاعفت ازاي. هنقوم اخدينها ونقوم نهبطها اهي، ورش الدقيق على الرخامة وهنفرد رشة الدقيق على الرخامة وناخد العجينة كده اهو ما شاء الله. نقوم نعجن كده تاني عشان نهبطها ونطلع الهواء اللي فيها، وبعدين هنيجي ونقسمها 2 كده تقريبا قد بعض، وبعدين هناخد دي ونفردها اهو. دي كده اهي، وناخد دي كده ونحطها كده خلاص، وبعدين نطبق دي كده ونطبق دي كده اهي، ونقوم مغطيينها برضو ونقوم عينينها نسيبها 10 دقايق كده او 5 دقايق. الجزء التاني برضو نعمله بنفس الطريقة اهي، نفردها ونطبقها برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. اهم حاجة ما نسيبش الرخامة تلزق فيها. نرش رشة الدقيق اهي، ونقوم برضو نتنيها نفس الطريقة اهي كده، نعمل كده بعدين دي كده بعدين دي كده اهي، ونسيبها 5 دقايق في نفس البولة اللي احنا كنا بنعمليها بيها اهي. ادي واحدة وادي التانية، ونقوم حاطين 2 كده ونغطيها كده شوية 5 دقايق. بعد 5 دقايق نفشت، شوفوا ازاي ما شاء الله العجينة زي الفل. هنقوم اخدينها برضو ونقوم نفردها ونطبقها بنفس التطبيقة اهي، بنفس التطبيقة. مش ضروري نفردها قوي يعني، مش ضروري، بس شوية رشة دقيق لانها بتلزق.
هحاول اعملها مستطيل. هي دي التطبيقة الاخيرة وخلاص، وبعد كده هنفرد ونشكل على طول اهي كده. هنطبقها كده وكده وبعدين كده، وناخد الناحية التانية برضو ونعملها وناخدها ونغطيها اهي كده. هنطبقها كده وكده وبعدين كده، وناخد الناحية التانية برضو ونعملها وناخدها ونغطيها. انا كده قطعت، هقطعها بعد كده. احنا فردناها مرتين وطبقناها. شوف بقى اما قطعت الحته بقت شكلها ايه. شوف مورقه قد ايه، شايفين التوريقه؟ انا بعمل زوم اهو، شايفين توريقه قد ايه اهي. هنقوم مقطعينها بقى اهي باينه خالص اهي. هنقطعها 60 جرام، 60 65 على حسب. هقعد اقطعها كده اهو واوزن على ايه، على تبقى 65 جرام. هقطعهم على 65 جرام، هقطع كده واوزن. قطعتهم اهو كلهم 67 جرام كل واحده. هنمسك الواحده كده ونكورها، نعملها كده، ودي بنزق بيها كده ايه ونكور. نقعد نكورهم كلهم وبعدين نفرد واحده واحده اهي. هنا ما شاء الله طلعوا كتير ما شاء الله. كم كده؟ 17 واحد. هنقوم واخدين اللي هي ارتاحت كده على شويه دقيق، يعني طلعوا كام؟ 17 واحد ما شاء الله. هنغطي دول معلقه، افتح اعمل دي، غطوهم كده عشان تريح ما تتعبنيش في الفرد اهي. هناخد كده ونقوم نفردها اهي. ممكن نحشيها جبنه، ممكن نحشيها اي حاجه زي ما احنا عايزين، يعني شوكولاته اي حاجه. ممكن ما نحشيهاش، كل واحد حسب ما هو عايز. بصوا هنفردها كده وبعدين نقوم جايين دي كده ونقوم عاملينها تاني كده ونفردها تاني اهي. هنحاول ان احنا نعملها مستطيل. المفروض نحط رشة دقيق على المردان عشان ما تلزقش. نحاول نعملها مستطيل. عايزين نحشيها. انا هعمل كده، هعمل دي كده. بصوا هعملها رول كده اهو، ونشد كده ونلف حلو، نشد كده ونلف عشان تطلع كويسه اهي. ونيجي هنا بقى نعمل ايه، نعمل كده، ندبسهم مع بعض كده. شوفوا كده اهي. ونجيب صاج محطوط عليه ورقة زبدة او اي ورقة، ادينا اي ورقة هندهنها. يبقى دي كده اهو، نحط دي هتبقى تحت كده اهو، وهنسيبهم. هعمل الباقي وبعدين نرجع لكم. وهنا خلاص بعد ما شكلته اهو، هسيبه بقى يخمر ويتضاعف حجمه. يبقى نص ساعة او 3/4 ساعة حسب ما يخمر، عشان الجو طبعا برد. بعد ما يخمر بقى هوريهولكم. هنا ما شاء الله خمر اهو بعد نص ساعة تقريبا. هندهن بقى الوش
بشوية اصفر بيض وشوية لبن ورشة نسكافيه، بالراحة خالص علشان ما تهبطش، بالراحة قوي قوي. اهو ندهنها كده بالراحة. فاكرين المكان الاول قبل ما يخمر شوية كان قد ايه؟ اهو هنخمره، هندهنه وبعدين نسخن الفرن على 200 ونحطه 20 دقيقة كده ونشوف لو استوى من تحت، يبقى هنعمل فوق نشغل الشواية، هنشوف التسوية. ممكن ما نحتاج بعد ما خرج من الفرن الحمد لله، يعني محتاجش الشواية اهو. بصوا بقى يا بنات، انا يعني بصوا العيش ده اللي هعمل ايه، هعمل كده اهو. بصوا شايفين اسفنجي خالص وخفيف جدا، ولما نفتحه من جوه هنشوفه دلوقتي شكله ايه. بصوا هعملهم تاني، اسفنجي خالص. هفتحه من الوسط وهتشوفوا شكله. شو الطبقات، يا ريت بقى تعملهم شير ولايك، واللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصلك كل جديد ما هو جديد. ما تنسوش لايك. سلام عليكم من فيديو تاني.